السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا أبطال البكالوريا. أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير وصحة وعافية. مع اقتراب الحسم أعلم جيدا حجم القلق والترقب الذي يعيشه كل بيت جزائري ينتظر في نتائج بكالوريا 2026. الضغط كبير والانتظار صعب، لكن دعونا نضع النقاط على الحروف ونتحدث بكل واقعية ومصداقية بناء على المؤشرات المتوفرة حاليا. كل المؤشرات الحالية والترتيبات التنظيمية تتجه نحو تاريخ 13 جويلية كاليوم الموعود لإعلان النتائج المنتظرة. لكن وجب التنبيه والتأكيد أن وزارة التربية الوطنية هي الجهة الرسمية والوحيدة المخولة قانونا بتحديد وتأكيد يوم وساعة إعلان النتائج. لذلك نتابع ما يصدر عنها بشكل رسمي، ونبقى في الاستماع لأي بيان يؤكد هذا التاريخ بشكل نهائي. كما أريد أن أطمئنكم وأرفع من معنوياتكم، فبحسب الأصداء الأولية ومؤشرات التصحيح عبر مختلف مراكز الوطن، هناك احتمال كبير جدا أن تكون نسبة النجاح هذه السنة عالية وملفتة مقارنة بالسنوات الماضية. هذا يعني أن الجهود لم تذهب سدى، وأن الامتحانات كانت في متناول الجميع. نعم، أغلب الطلبة الذين اجتهدوا وثابروا طوال الموسم الدراسي. حسم الجدل حول معدل النجاح يعني الإنقاذ. دعونا نغلق هذا الملف بشكل نهائي، ولا ننساق وراء الشائعات التي تتكرر كل سنة في مواقع التواصل الاجتماعي. معدل الصعود دائما وأبدا هو 10 من 20، ولا تنتظروا معدل 9 أو تخفيض عتبة النجاح. فالقاعدة الثابتة والواضحة في البكالوريا الجزائرية هي أن من يتحصل على معدل 10 من 20 فما الفوق فهو ناجح ومبروك عليه. أما الحديث عن النزول إلى معدل 9 فهو مجرد أوهام وإشاعات لا أساس لها من الصحة. والوزارة حريصة دائما وأبدا على الحفاظ على قيمة ومصداقية هذه الشهادة الوطنية. أيام قليلة وتفصلنا عن الفرحة الكبرى. نصيحتي لكم هي الابتعاد عن القلق والتوتر وتجنب الأخبار الغير الموثوقة. تفاءلوا بالخير تجدوه، ونحن هنا معكم لحظة بلحظة لننقل لكم الخبر اليقين فور صدوره رسميا. دعوتي القلبية لكل طالب ولكل طلبة البكالوريا بالنجاح والتفوق، وأن يدخل الفرح والزغاريد إلى كل بيت جزائري